حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في يوم جديد من قناتي أكل زمان من بيتي. عاملين إيه النهاردة؟ وحشتوني. النهاردة هنعمل أكلة جميلة جدا، جوانح وبطاطس ورز. مفيش أحلى من كده بجد، بطعم تحفة تحفة تحفة، هيعجبكم جدا. يلا بينا كده. بصوا البطاطس يا جماعة والفراخ كذلك الأمر. يلا بينا نصلي على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. انا معايا هنا حبايتين بطاطس، ومعايا بقيه الجوانح اللي احنا عملناها قبل كده في فيديو. معانا الكيلو التاني بتاع الجوانح، ومعايا بصلايه، توم باودر وبصل باودر، فلفل اسمر وقرفه. مفيش اكتر من كده. شويه ملح. هي دي التتبيله الجوانح بتاعتنا النهارده، بس هتبقى تحفه 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 تحفه، وممكن تعملي بيها كمان فراخ. دي بقى شويه صلصه على شويه زيت، بس كده، ولا كلفنا ولا اي حاجه. الجوانح كانت عندنا، والبطاطس عندنا، والبصل عندنا، والفلفل الاسمر، والثوم البودر، والبصل البودر، والقرفه. اختياري، حابين تحطوهم حطوهم، مش حابين تحطوهم ما تحطوهمش. بس القرفه بتعمل طعم الوجبه دي، بتبقى جميله جدا مع البطاطس كده والفراخ، بتبقى طعمها حلو قوي 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 قوي. القرفه. صلى على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. انا معايا بطاطستين كده على قد ما انت ايه هتحتاجي. عايزه اكتر حطي، عايزه اقل حطي، عايزه ما تحطيش خالص ما تحطيش، اللي انت عايزاه. قطعتهم كده وغسلتهم غسله كويسه، لان البطاطس دي مرمله، اللي هي فيها الرمله، لازم تتغسل مره واتنين وتلاته واربعه. تمام. قطعنا البطاطس زي ما انتم شايفين. اخدها اغسلها كده. والجوانح عندي مغسوله بالخل والملح والليمون ومنقوعه شويه. دي الجوانح اللي هي بقيه الايه الكيلو اللي احنا عملناه قبل كده الحلقه اللي فاتت. هنعمل برضو ايه النهارده؟ وجبه مشويه كده زي العسل. معايا بصل، ومعايا قرفه، وتوم باودر، وبصل باودر، وفلفل اسمر، وملح. هاخدهم كلهم على بعض كده ببصلايه. البصل ده يا جماعه انا بحب اجيب كميه بصل وابشره واحطه، وابشره في الكبه واحطه في الفريزر. دي بصلايه طالعه من الفريزر. خدت نصها على الفراخ ونصها على البطاطس. هقلبها كده تمام 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 زي ما انت شايفه. بطاطس غسلتها وحطيتها في الصينيه او في الصاج، وحطيت لها بصل وفلفل اسمر وشويه قرفه وملح. ومسكت النص التاني. اذا كانت فرخه بقى، انتي البصل ده هتحشيه جوه ايه الورك، وهتحشي جوه الصدر. هتحشي البصل الجميل ده جوه الايه، جوه التتبيله كده، هتحطيها جوه الفرخه. مسكت الجوانح بتاعتي، دعكتها كويس بالبصل والفلفل الاسمر والملح والقرفه والثوم باودر وبصل باودر، زي ما انت شايفه كده، ولا خدت وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. وحطيتها على الصينيه. دي جوانح مشويه مع البطاطس. دي الخلطه بقى كانت فايضه مني من المره اللي فاتت، لما عملت الوجبه المره اللي فاتت، عشان ما اضحكش عليكم برضو. بس هي برضو الصلصه هتعمل نفس المفعول. لو ما عندكيش صلصه، ممكن تعصري شويه طماطم او تبشري طماطميه وتحطيها على الوش. دي محطوط لها زيت، صلصه معلقتين صلصه ومعاهم زيت. ايه رايكم بقى في الجمال؟ ولا وسخنا ولا كلفنا ولا عملنا اي حاجه. صلى على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. بصوا الجمال. اكله ما تكلفتش اي حاجه، بس اكله عظمه. بصلايه وفلفل اسمر وسنه قرفه وشويه ملح. عندك بصل باودر ماشي، عندك توم باودر ماشي. قلبيهم مع بعض، ونصهم تخلطي بيهم البطاطس ونصهم تخلطي بيهم الفراخ. بس لو فرخه بقى تحشيها من جوه بقى ايه، تكون متقطعه الورك كده، هتخليه ايه وتحشيه. تفتحي كده الورك وتحطي فيه في الجلد بتاعه. اديتها كمان شويه ميه عشان البطاطس تستوي. وانا مشغله الفرن فوق وتحت، مشغله الشوايه ومشغله الفرن. ايه رايكم بقى في العظمه دي؟ هنعمل معاها النهارده شويه رز بالشعريه. اللايك يا جماعه، انزلوا حطوا لايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان القناه تكبر بيكم وليكم. والفيديو بجد يستاهل ان انتوا تحطوا لايك. حطوا لايك واعملوا اشتراك حبايبي يا بناتي. خشوا كده على القناه واتفرجوا على البرامج اللي فاتت، هتلاقوا حاجات حلوه قوي تعجبكم. واللي عايزه اي حاجه هتلاقيها موجوده. انا عامله حاجات كتيره جدا يعني. خشوا اتفرجوا، هتلاقوا حاجات كتير قوي قوي هتعجبكم، هتستفادوا منها كتير. الفرن شغال. انا دلوقتي هولع الشوايه وهولع البوتاجاز ودخلتها الفرن. انا دلوقتي جبت شويه شعريه كده، هعمل رز بالشعريه.
ما كترتش اقدام ولا حاجه. الشعريه بتاعتي يا جماعه ما تبقاش بامبي، لازم تتحمر كويس جدا عشان تبان في الرزايه. حمري التك شويه على تحمير الشعريه، خليها غامقه شويه. ومعايا ميه على الناحيه التانية بسخنها عشان الرز لازم ينزل له ميه سخنه. بصوا لسه كمان شويه كمان على الشعريه. كل ما الشعريه بتبقى اغمق في الرز كل ما بيبقى احلى. ونزلت معايا بالكيلو الرز بتاعي. عايزه تحط شعريه اكتر حطي، دي نص كوبايه شعريه عليهم معلقتين زيت كده، شويه ملح. تمام. هشوحهم كده برضو شويه كده ياخدوا من الشعريه وياخدوا من الزيت. هنزل بالميه السخنه بتاعتي اللي مغليه، ميه مغليه اهي. هغطي الرز بس. بصوا انا غطيت الرز وملحه مظبوط وكله تمام. حوالي كده نص معلقه ملح ونص معلقه ونص كوبايه شعريه وكيلو رز. وتغمقي الشعريه جدا. ادي كده الرز بيغلي معايا. بصوا الفراخ في الفرن عملت ازاي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. تحفه. لو عندك بقى كمان فرخيه مش جوانح هتبقى طعمها تحفه. بجد الفيديو ده يستاهل لايك. علامه الاي يا ولاد يا بنات فوق على الشمال هسيب لكم فيها فيديوهات. واحنا محتاجين دلوقتي عجينه الفلافل عشان مش هينفع ان احنا نشتري فلافل من بره، هنعملها احنا. هسيبها لكم وخشوا بصوا عليها. ماشي. بصوا الصينيه عملت ازاي، طلعتها من الفرن. بصوا البطاطس ازاي بدوب ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله. عسل 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 عسل. الفراخ بقى طعمها وهم 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 وهم. وايه التتبيله اللي احنا تبلناها بيها يا جماعه؟ بصلايه وفلفل اسمر وملح وشويه قرفه ومعلقه صلصه وشويه زيت. هو التتبيله اللي تبلناها. بصوا البطاطس طالعه جميله ازاي. بصوا انتوا بقى لو عايزين تزودوا الصوص ممكن تزودوا شويه ميه وهي بتغلي كده عشان الصوص بتاعها يبقى ايه اكتر من كده. تحبوها ناشفه مفيش مشكله. ايه رايكم بقى في الجمال ده دلوقتي يا ولاد؟ الطعم بقى، الطعم انتوا اللي هتعملوا وانتوا اللي هتجربوا وانتوا اللي هتشوفوا الطعم. بجد الطعم وهم وهم وهم. فرخايه زي كده او جوانح اللي تقدري عليه اعمليه هتبقى تحفه تحفه تحفه. الفرخه بقى تمسكي تحت الجلد كده تحشي بصل وتتبليها زي ما تبلناها كده وتحطيها بسم الله ما شاء الله هتبقى وهم. وريحه القرفه في الخلطه دي فظيعه. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها. بصوا بصوا مستويه جدا والبطاطس دايبه دوب والرز مفلفل على الشعره. ما اقولكوش على الجمال والحلاوه. يا رب النهارده تكونوا استفدتوا مني واكون فدتكم على قد ما اقدر. وما تنسونيش تدوني اللايك بتاعي، واللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان القناه تكبر بيكم وليكم. وتعملوا كده وتجربوا وتقولوا لي في الكومنتات. انا الكومنتات بتاعتكم بتساعدني جدا، يا ريت ايه تعملوا لي كومنت. تمام. بصوا الجمال بسم الله ما شاء الله. والطعم كمان والله والله تحفه تحفه بجد. بص الفراخ مستويه جدا وجميله جدا وطعمها جبار. خشوا بقى على علامه الاي اتفرجوا. هنزل لكم فيديوهات ياما. محتاجين ان احنا نعمل الفلافل، محتاجين ان احنا نعمل الفول عشان ما نشتريش حاجه من بره. ان شاء الله مش هنشتري حاجه من بره. وخشوا اللي انتوا عايزينه هتلاقيه عندي في قناتي. هنزل لكم الفول وهنزل لكم الفلافل وهنزل لكم البرجر وهنزل لكم تتبيله البانيه. الحاجات دي كلها لازمانه الايام اللي جايه دي عشان خاطر برضو ايه ما نشتريش حاجه من بره. الاسعار غاليه جدا. بصوا الفراخ عامله ازاي ده يبقى دوب وطعمها تحفه عشان ما نشتريش حاجه من بره. الفلافلايه بقت بجنيه وكيس الفول بقى ب3 جنيه. فهنعمل الحاجات دي كلها عندنا في البيت. سهله وبسيطه ومش هتكلفنا اي حاجه وبنظافه وهتعجبكم جدا. واي حاجه موجوده هتلاقوها عندي في قناتي. يا رب النهارده اكون افدتكم ولو بحاجه بسيطه وتكونوا استفدتوا مني وتجربوا وتعملوا كده. ولايك حلو من عندكم واشوفكم على خير واترككم في رعايه الله وامن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.